يا صباح الفل، وحشتوني يا جماعه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما وحشتكوش يا جماعه، زعلانه منكم قوي. مفيش كومنت حلوه، مفيش لايكس حتى على الفيديوهات اللي انتوا بتتفرجوا عليها. بتتفرجوا في صمت، وانا اللي بيتفرج في صمت ده يعني في ايه يا حبيبي؟ اعمل لايك او وانزلوا اعملوا لي كومنتات تحت. وشويه مجات، اخر مجات انا اشتريتها، واخر كوليكشن مجات انا اشتريته. كنت لسه بصوره ريل على الانستجرام. بالمناسبه انتوا لو مش عندي على الانستجرام فانتوا بجد فايتكم كتير قوي، فهسيب لكم الانستجرام بتاعي هنا، روحوا اعملوا لي فولو هناك. عايزه اوصل 10,000 قبل السنه ما تخلص. المهم اللي ورايا ده الكوفي كورنر بتاعي. فانا جبت شويه مجات بما ان احنا داخلين على الشتاء بقى ومشروبات الشتاء كله مشروبات يعني. فهوريكم بقى كل حاجه انا اشتريتها، وهوريكم يعني هنا اليوتيوب اللي بيفرقوا على الانستجرام ان بجد هنا بناخد راحتنا، بنرغي بقى، بوريكم الحاجه بتفاصيلها واشرح لكم كل حاجه. انما انستجرام فالريل بيبقى دقيقه او دقيقتين وبسرعه. بيكم بقى يا جماعه اول مج انا اشتريته هو ظاهر اصلا في الكادر ده كده. اول مج انا اشتريته يا جماعه، بجد قولوا لي ايه التحفه دي. عن مجات شي ان، شايفين الكواليتي، التقفيل، الشكل ذات نفسه عاجبني قوي قوي، ولايق كمان مع النيلز اللي انا حاساه كيوت قوي قوي، ومسكته كمان حلوه. برده للمج التاني ده برده من شي ان. هوريكوا المج يا جماعه، بجد شوفولي على هيئه سحاب كده بقى وغيوم، وتحفه تحفه تحفه بجد. ايه الحلاوه، طعامه والشياكه دي عجبني قوي يعني. ده برضو عجبني جدا جدا جدا. اللي جايين بقى تحفه. ثالث مج معانا وعايزاكوا تركزوا بجد في تفاصيله. ايه التفاصيل التحفه دي؟ وفي هنا قلب كده، بجد تفاصيله تحفه قوي. كبير بقى يعني، ده كبير، مش عارفه مكتوب عليه ولا ايه، بس هو تقريبا 400 مللي، فبجد كبير قوي قوي قوي. هياخد بقى الهوت شوكليت والحاجات الحلوه دي. وانا بحب اجيب للشتاء على الاقل مج او اتنين يكون فيهم لون احمر كده او نبيتي. المج ده عاجبني جدا بجد، يعني احلى واحد عاجبني فيهم. شوفوا لي بقى الكيات اللي جايه دي عشان انتوا مش مستعدين بجد. انا من الناس اللي بتحب جيري قوي، عارفين طبعا جيري، انا بحب جيري جدا. ولما لقيت ولا مره صادفني بجد ان في مج على شكل جيري، فلما لقيته جبته. المج الماسكه بتاعته بجد يعني فخامه كده، عارفين المجات اللي بتبقى فخامه وعليه جيري هنا ومكتوب عليه جيري، وجاي معاه البتاعه اللي هي السيليكون دي. اوريها لكم اهي، جاي معاه البتاعه السيليكون دي عشان تعلقوها في المج. بصراحه المج ده برده تحفه، كلهم عاجبني والله. هتلاقيني بقول على كل مج تحفه وجميل وخطير، وده اكتر واحد عاجبني. كلهم بجد عاجبيني. واحد بقى وده ما فيهوش افتكاسه قوي، بس هو الفكره انه الايد بتاعته على شكل قلب كده، وهو لونه بينك من جوه، ومن بره لونه ابيض كده. قولوا لي يا جماعه بجد، قولوا لي رايكم في المجات كلها، وقيموا لي كده تحت يعني اكتر واحد عجبكم ايه، اكتر لون عجبكم، اكتر تصميم عجبكم. عندي حاجات في البيت كتير قوي عايزه تتعمل. الليفنج عندي متبهدله خالص، عندي هدوم عايزه تتلم وتتنشر، وعايزه اعمل غدا، وعايزه كمان اروق اوضه النوم. هنشوف الفيديو النهارده هياخدنا على ايه. بس قبل ما نعمل اي حاجه هنخلع النيلز دي، ما هي الا شكل بس عشان نصور بيها الريل، وبعد كده بخلعهم، ما بستحملهمش بجد. وريتكم المجات بتاعتي. يلا بينا بقى نعمل محشي. طبعا ده تهور فظيع، انا ما عملتوش بقالي تقريبا سنتين 3. ان انا اجيب الكرومبايه يا جماعه وانا اللي اسلقها وانا اللي اعمل الخطوات من الاول. دايما لما بحب اكل محشي اما ماما بتجيب الكرومب والحاجات دي، وحتى المحشي المشكل متقور والكرومب كمان مسلوق وجاهز، يا اما انا بروح اكله عند مامتي او حماتي. انما التهور اللي انا عملته النهارده ده فلا يعني، ده جديد عليا قوي. بس انا عشان البيت بجد كان نظيف قوي، ويوم الجمعه انا ما كنتش لاقي حاجه اعملها، فقلت خلاص ماما كانت شاريه الكرومبايه دي، فقلت خلاص هاتيها انا اعملها انا. واتهورت طبعا، عملتها مع فراخ مشويه في الاير فراير. هوريكم وصفه الفراخ اللي انا عملتها النهارده، بجد خطيره. اول حاجه انا قطعت الكرنب وحطيت ميه تغلي، وبعد كده بحط الكرنب، والكرنب تقريبا دقيقتين بدوس عليه كده بشوفه طري ولا لا، وبعد كده بطلعه على طول. بجيب بقى كاتنج بورد وببدا اشيل العيدان اللي موجوده فيه دي، وببدا بقى اقطع الكرنب بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طريقه التقطيع على الكاتنج بورد دي بالنسبه لي بجد سهله قوي وسريعه ومنجزه. بصراحه المحشي النهارده كان خطير. انا طبعا عملت التسبيكه وكل حاجه، ما صورتش معاكم غير لقطات بسيطه قوي لانه بنتي بجد كانت مبهدلاني. قولوا لي يا جماعه بجد امتى بنعرف كده نقف وناخد نفسنا وناخد راحتنا في المطبخ من غير ما تقعد تزن، من غير ما تقعد تعيط؟ بجد قولوا لي يعني امتى السن اللي احنا بنوصل فيه للمرحله دي. انا بقى كنت خلصت التسبيكه والصلصه وكله، حطيت بقى الخضره وحطيت الرز. ولما بحط الرز بزود كمان بهارات علشان الرز بحسه كده بيشفط كل البهارات اللي في الصلصه، وبحط كمان شويه زيت علشان الرز جوه المحشي يبقى مفلفل. بدات بقى اقلب كل الكلام ده مع بعضه.
بصراحه كلمت ماما تيجي تحشي معايا، لانه بجد انا مش عايزه اقول لكم انا كنت واصله لمرحله قد ايه انا وبنتي، فكان صعب قوي قوي انه انا احشي لوحدي. وكمان انا كنت بادئه في الاكل بعد الجمعه، يعني بعد خلاص الصلاه انا بدات في الاكل. ده كان شكل الخلطه خطيره، خلطتي بتاعه المحشي لا يعلى عليها بجد. وبعد كده بقى بدات على طول، ماما كانت بتحشي وانا كنت بعمل تتبيله للفراخ. حطيت بصلايه، قشرتي بصلايه قطعتها وحطيتها في الكبه الصغنونه دي. وبالمناسبه الكبه دي خطيره، يعني انا بستعملها اكتر من الكبه الكبيره، فلازم طبعا الكبه الكبيره ليها وصفاتها وليها استعمالها، والكبه الصغيره كمان ليها استعمالها. حطيت زي ما قلت لكم بصلايه وطماطمايه وحطيت فلفل، وحطيت بقى يا جماعه البهارات اللي بحسها بتليق قوي قوي مع الفراخ وبتنقل الفراخ في حته تانية، هي قرفه وكاري وكركم. دي الحاجات الثلاثه اللي بحطهم على الفراخ بتميزها بجد عن اي فراخ تانية. كمان حطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، وحطيت شويه دبس رمان. وبعد كده بدات اخلط كل ده مع بعض. وطبعا انا خشنت التتبيله شويه علشان انا بحب البصل والحاجات دي تبقى باينه قوي في الفراخ. جبت بقى الفراخ وكنت طبعا لابسه جلافز، قلت طبعا هتبل بقى بايدي، هتبل بالجلافز وكده مش هبهدل ايدي. طبعا ما استحملتش الجلافز خالص وما عرفتش اعمل بيه. انا يا جماعه ما بحبش البس الجلافز لا في تنظيف ولا في اكل. انا بغسل ايدي يعني كل شويه بجد بغسل ايدي وخلاص. يعني ليه لازمتها، ايه لازمتها الجلافز بجد؟ ما بعرفش بصراحه استعمله في اي حاجه. وده كان شكل الفراخ بعد ما خلصت. حطها طبعا في الاير فراير، اخدت حوالي 50 دقيقه لانه الفراخ اللي عندي كانت كبيره قوي. فانا بحطها الاول على درجه 180 نص ساعه، وبعد كده بقعد ازود. وده كان شكل المحشي بعد ما ماما حشيته، ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك في صحتها. وعملت كمان مرقه كده بصلصه وبهارات، لانه انا ما كانش عندي شوربه خالص. وده كان شكل المحشي يا جماعه. خلصت المحشي والفراخ، تعالوا نغرف سوا كده واوريكم شكل الاكل، عشان بجد انا واقعه من الجوع حرفيا. اجيب بس الصينيه دي، والصينيه دي اصلا صينيه ماما. بصوا يا جماعه انا عملت فيها ايه النهارده، مش مهم، بس هي واسعه وكبيره، فعشان كده انا عايزه احط فيها المحشي عشان يبرد بسرعه. قولي يا جماعه القمر، انا مبسوطه قوي ان انا عملت محشي النهارده، كان نفسي فيه بجد قوي من زمان. بسم الله. تحفه بجد تحفه. دي الفراخ انا عملتها في الاير فراير، بتبقى شبه المشويه بالظبط يا جماعه. ودي بصراحه الطريقه الوحيده اللي ممكن اكل بيها الفراخ، لان انا ما بقتش بحب الفراخ وهي بتتعمل في صينيه بطاطس مثلا. انا هحط الفراخ كلها. عايزاكوا تقولوا لي حالا بجد فنانه ولا لا. اروح اتغدى بقى يا جماعه، انا متاكده ان المحشي هيطلع طعمه حلو لان انا بجد عاملاه المره دي خطير. اروح اتغدى. اتغدينا، عايزه اعمل نسكافيه لان انا مشربتش خالص النهارده. اخر شويه لبن هعمل بيهم كوبايه صغننه، مش مهم، المهم ان انا اشرب بجد عشان انا خلاص دماغي خلاص. انا بجد من الصبح بعمل حاجات، كنت بصور النهارده، كان عندي تصوير ريل مهم قوي وحاجه مهمه قوي كانت شركه بعتها لي، فانا هوريكم اصلا انا كنت بصور لايه، لانها بجد شركه انا بحبها قوي. وبصراحه انا كنت كاتباها في الوش ليست بتاعتي انه انا في يوم من الايام عايزه اشتغل مع الشركه دي. مش عارفه بصراحه صدفه ولا ايه ان هم شافوا الفيديوهات بتاعتي وكلموني وقالوا لي ان احنا محتاجين نكولابريت سوا. فقلت ليه لا. الباكج جات لي امبارح وانا صورتها النهارده عشان انا مجربه بجد حاجتهم قبل كده. هوريكم طبعا وهنتكلم باستفاضه بس لما نعمل النسكافيه. اوكي تعالوا اخدكم نشوف هنختار مج ايه. انا عندي اشتريت الفتره اللي فاتت مجات كتير قوي، بس مش عارفه، بس بصراحه انه انا عايزه اشرب في المج الخطير ده. طبعا نسكافيه سخن علشان الايس كوفي ما بيظبطش دماغي قوي. انا بحب النسكافيه السخن لما يكون بجد دماغي خلاص. احط معلقه نسكافيه، احط كمان سكر. النسكافيه السخن انا بعمله بسكر، الايس كوفي بعمله بعسل. احط مثلا، انا من الناس اللي بتشرب الحاجات بسكر كتير، بس النسكافيه بحب اقلل فيه السكر علشان احس بمرارة النسكافيه كده. وهحط كمان سيرب فانيلا شويه صغنطاطين، والسيرب ده كمان فيه سكر عشان كده انا ما زودتش سكر. هزود شويه ميه بس على الخليط ده او لبن، انتوا حرين، لبن بس.
من الكنكه هنا، واحط الباقي كمان يغلي. النسكافيه ومضرب النسكافيه ده من احلى الحاجات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. انا جربت الكوفي بريس كانت حلوه، بس بجد يعني اللي هو ايه بتزهقني كده، انما المضرب بجد من اسهل الحاجات اللي ممكن تجيبوها وتعملوا بيها فوم للنسكافيه كمان كده، علشان يعمل هو كمان فوم. وللعلم انا بحب فوم اللبن اكتر من فوم النسكافيه، فهعمل شويه فوم كده. هضرب شويه اللبن بالراحه بس على اول سرعه. كده خلصنا. هنزل بقى باللبن. خلصت النسكافيه، هروح استمتع بيه قبل ما بنتي تصحى، لان بنتي واخده الناب بتاعتها دلوقتي، فلو صحيت انا مش عارفه اشرب النسكافيه. عشان بس تعرفوا انا قد ايه شاطره، عملت محشي، روقت البيت، روقت المطبخ بعد المحشي، ونزلت اشتريت طلبات للبيت. اول حاجه انا عايزه بس اعتذر عن الصوت اللي انتوا سامعينه بره، لانه الاطفال بتلعب بره، فانا مش قادره بجد. الجيران ما بيفصلوش ل 24 ساعه، مفيش حل، لازم اتعامل واعمل كاني مش سامعه، وانتوا كمان اعملوا ان انتوا مش سامعين، وهوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها على طول. هي الكيك دي من ريتش باك، وهي بالفراوله. رحله البحث بجد عن كيك فراوله يبقى كيك برتقال تركيز الزيرو، كيك برتقال يكون حلو زي اللي انا بعمله في البيت، لان انا اغلب الوقت وطول الشتاء عامه بكون عايزه اكل كيك برتقال من غير ما انا اعمل. فجبت ده. انا جبت قبل كده كيك برتقال مش فاكره الشركه بتاعته، بس بصراحه كان وحش قوي. بعد كده جبت بقسماط بتاع ريتش باك برده. جبت لتر لبن، وانا جبت لتر لبن، وانا بقيت بجيب لتر عادي لحد لما يخلص. جبت بيكنج باودر عشان مش عندي، وجبت كمان اكياس اسبريسو. انا لسه بجرب فيهم لحد لما اجيب البرطمان الكبير، لاني بصراحه عايزه اتاكد اذا كنت بحب الاسبريسو فعلا ولا لا، عشان ما اجيبش البرطمان الكبير ويتركن. جبت الاكياس دي بتاعت كنور اللي هي ال11 بهار. جبت بقى ايه اللي انا ما جبتوش بقالي كتير، تفتكروا ايه؟ وهو الافوكادو. جبت الاثنين دول، الكيلو تقريبا عامل 200-210، فانا جبت الاثنين دول. جبت كمان التونه بتاعه شيف سيكريت دي، حلوه وطعمها حلو قوي. وجبت التمر ده علشان انا بقيت باخد سناك تمر وبحط فيه زبده فول سوداني. جبت بقى ايه؟ جبت اكياس بهارات بقى. جبت ملح ليمون ماشي، وجبت كمان قرفه اللي هي عيدان دي، وجبت يا جماعه كمون عشان مش عندي، وجبت حبهان، وجبت اخر حاجه كربوناتو او بيكربونات الصوديوم. جبت الكيك ده بتاع هروز تحفه خطير بجد، كلمه قليله عليه. وجبت جبنه رومي طازه، بقيت بجيب كميات صغننه عشان لما بجيب ربع كامل او اكتر بتبوظ عندي. بس دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. خلاص بجد بفنش. انا بنتي يا جماعه والله العظيم بنتي بتعمل فيها عمايل سودا. المهم دي كيكه البرتقال اللي وريتها لكم في المشتريات، هنفتحها دلوقتي سوا عشان انا متحمسه. ريحتها تحفه بجد تحفه، انا متحمسه. حاضر يا ماما، حاضر. شكلها خطير. حاضر يا ماما، انا عارفه، انا هديكي. حاضر. شايفين شكلها بجد تحفه؟ ايه ده؟ هطلعها في طبق. طلعها بس من العلبه، مش عايزه ابوظها. دي لازقه في العلبه يا جماعه. ثواني. حاضر يا ماما، حاضر. قطعها بقى شرايح صغننه كده، حاسه ان هي تبقى تحفه، ولو تحفه بجد هعتمدها. واو شكلها خطير في التقطيع، وماسكه نفسها قوي، وحساها اقرب للكيك اللي احنا بنعملها في البيت، مش اللي هو مجرد بقى حاجه في السوبر ماركت كده. حساها لا بيتي اكتر. انا عايزه اوريكم بس شكلها يا جماعه بجد خطير. التحافه دي ده شكلها في الحقيقه، لا خطيره بجد، تحفه من جوه. ناخد كده حته من النص. حاضر اتفضلي. الحته دي كانت من نصيب بنتي. اوكي هنشوف حته تانية. ده كده شكلها، لا تحفه يا جماعه. خلاص ما انتي اخدتي حته، خلاص كلي بقى واسكتي. لا حلوه قوي. تعالوا ندوق بقى. خطيره بجد. بس هي ولا غلطه بجد، ولا غلطه. صبي لي شويه عصير برتقال كمان، عشان انا
زي ما قلت لكم قبل كده انه انا من الناس اللي بجد بتحب البرتقال قوي. اي حاجه ليها علاقه بالبرتقال، سواء بسكوت برتقال، كيك برتقال، اي حاجه. طبعا انا اديت قطعه لبنتي مش هتكرر تاني، مش هتاخد تاني. هروح هناكل بقى، واعتقد ان انا هقفل معاكم الفيديو لحد هنا. متنسوش تقولوا رايكم تحت في الفيديو. ان شاء الله فيديو جديد على خير. باي باي.